الليلة دي ما كانتش عادية. فتحية خلصت حسابها مع مجدي وراحت لبيت الجرحي، واللي حصل هناك قلب كل الموازين، وكأنها رايحة تكمل انتقامها واللي بدأته. الجباس كمان ما رحمش حد وطرد أهل بيته في لحظة وقطع وراهم كل حاجة. في وسط كل ده عليا راحت تتطلق بدون علم أهلها، وانتقام اعتماد من ابنها قرب وبيتحول لحقيقة. أسرار بتتكشف وقرارات مصيرية بتتاخد، والنتائج هتكون صدمة. أهلا وسهلا بيكم في الحلقة 16 من مسلسل سيد الناس. بتبدأ أحداث حلقة النهاردة لما الجرحي بيرجع من بره هو ومراته، ويلاقي اعتماد واقفة في نص الصالة وتقوله: اسكت، مش فتحية عايشة؟ أصل أنا ست ما بتبلش في بقي فولة، وقلت لابني عشان يروح يقتلها. الجرحي بيسمع الكلام من هنا بيتصدم، ومراته مش بتستوعب، ولكن بيجري وبيطير على هناك. وهو في الطريق بيكلم سجاد ويقوله: خلي بالك ده مجدي جاي. وقبل ما يكمل كلامه مع سجاد بيلاقي مجدي في وشه ويضربهم كلهم بالحديدة اللي في ايديه. وفي النهاية بيرد على الجرح ويقول له: يعني فتحية عايشة؟ والجرح يقول له: اوعى تلمسها يا مجدي. يقول له: خلص الكلام يا ابن ابويا. قال له: لو لمستها انا هاجي اقتلك. وبيطير وبيزود السرعة على هناك. وفي الاخر بنلاقي مجدي وطى خد المفاتيح ودخل على فتحية البيت، بيدخل يدور عليها زي المجنون، ويطلع الدور التاني ويدخل أوضة نومها. في نفس الوقت بنلاقي أمنة لا على حامي ولا على بارد، وتكون بتكلم سناء وتقول لها: طلعت عايشة 20 سنة بيكذب عليا، أنا كنت حاسة إنه بيكذب. بترد عليها سناء وتقول لها: الاتنين راحوا ممكن ما يرجعوش، استهدي بالله، اللي فارق لك فتحية؟ يعني انت مش فارق لك ان الاتنين ممكن يقتلوا بعض؟ تقول لها: انا اللي فارق لي فتحية تموت. ترد عليها سناء وتقول لها: طب وانت كده فرقتي ايه عن اعتماد؟ اعتماد من غلها بعتت مجدي يقتلها، وانت من غلك عايزة الجرحي يقتل اخوه. انت كده ما فرقتيش حاجة عنها. بيوصل الجرح الفيلا ويلاقي الرجالة مرمية على الأرض. بيفوق سجاد وبياخده ويدخل ويدور عليهم، وفي الآخر بيطلع يلاقي فتحية حاطة السكينة على رقبة مجدي، ويقول لها: اوعي تعملي كده. تقول له: ليه؟ يقول لها: عشان خاطري. وهي تقول له: خاطرك؟ وانا اشتري خاطرك ليه؟ انا هسألك 3 أسئلة، لو جاوبتهم صح انا مش هذبحه. وتسأله 3 أسئلة اصعب من بعض. السؤال الأول: انت حبستني هنا عشان خايف عليه مني ولا عشان خايف عليا منه؟ وهو يقول لها: عشان كنت خايف على نفسي طول السنين اللي فاتت، لان لو حد فيكم قتل التاني انا مش هعرف اجيب حقه. وتاني سؤال تقول له: لما بتكون مع مراتك ما بتحسش انك بتخني ولا ضميرك بيوجعك؟ ما بيرضاش يرد، ولكن هي بيصعب عليها نفسها وبتكون خلاص هتذبح مجدي، ولكن هو بيقول لها: لا ما بحسش بكده. وتقول له السؤال التالت والأهم: تفتكر ايه هدية اللي جبتها لك اول مرة خالص واحنا بنحب بعض؟ طبعا الجرح بيكون ناسي، وهي بتفضل تعد من 1 لحد 10 وهو بيتوتر، وفي النهاية ما بيفتكرش وهي بتذبح مجدي. الجرح بيجري ويتخض عليه وياخده وينزل بيه العربية ويطلع بيه على المستشفى جري. بعدها بنلاقي عليا قاعدة بتتطلق وبتهدد جوزها وتقول له: انا هخليك ما تقدرش ترفع عينك لا في عيادتك ولا في عين اي ست مرة تانية. وبعدها بنلاقي نافعة قاعدة ومقعدة جوزها وابنها وبتقول لهم على اللي حصل من وعد. ابنها بيبدأ يهزقها ويقول لها: مراتي محترمة، ولكن هي بتقول له: مراتك بتخونك مع الجباس يا 7 رجالة. بعدها بنلاقي مجدي والجرحي وصلوا المستشفى، والجباس قاعد في بيته هو ومراته ووعد عشيقته. بيدخل عليه نوح ويقعد يشتمه، ولكن الجباس ما بيسكتش لنوح كتير ويقوم يديله علقة كبيرة ويرفع عليه السلاح. وكمان مراته تروح مزعقة معاه وتقول له: ما هو اصلا انت رخيص وزبالة. ويفضلوا الاتنين يهزقوا في بعض. تقول له: هو انا مستغربة ليه؟ ما هي اللمامة اللي وراك دي انا زيها، يعني انا شوف متجوزاك بقالي كام سنة عمري ما استعنيتك، وطول عمري بشوفك صاب الجرحي. بيجيبها من شعرها ويطردها هي واخوها وبنتها بره البيت، ويقول لها كمان: خدي ابوكي وامك معاكي، ملكوش عيش في البيت ده تاني. بيرجع رجائي للجرحي ويقول له: طب ازاي ده حصل؟ وازاي مجدي عرف مكان فتحية؟ يبتدي الجرحي يشكي له همومه كلها ويقول له: انا اتظلمت بين الاتنين، ابويا ظلمني وما قاليش كمان على موتة امي ولا قال لي حتى مكانها فين، انا تعبان ومظلوم وتعبت من الموضوع ده كله. في الوقت ده بنلاقي فتحية هربت من البيت وخرجت وخلاص حاسة انها انطلقت. وفي نفس الوقت بنلاقي نافعة وراضي جوزها راحوا لاعتماد لان راضي اخو اعتماد، ويقولوا لها: اصل فاروق الجباس طردنا في الشارع واحنا مش عارفين نعمل ايه. وهي تقول لهم: خلاص هنور بيكم في بيتي او حاجة تسليني. وسط كل العك الكتير ده عفيفي دماغه في الطراوة بيروح يخطب ليل اخت نادين سراج.
المهم بيرجع الجرحي البيت وبيكون حرفيا مش شايف قدامه، ويتفاجئ ان نافعة وراضي موجودين والبيت كله متجمع وقاعدين ووشهم مقلوب. واول ما بيقول لهم في ايه بتظهر فتحية قاعدة في الشمال.